لامين يامال المنتخب الاسباني استدعاه علشان تصفيات اليورو. لو شارك فعلا في الماتش اللي جاي قصاد جورجيا هيبقى اصغر لاعب اسباني يمثل المنتخب 16 سنه وشهر تقريبا. يامال كان بادئ اخر ماتشين برشلونه اللي فاتوا وقصاد فياريال تحديدا كان عامل ماتش حلو قوي الصراحه، رغم انه عمل اسيست واحد بس. السؤال بقى ليه المنتخب الاسباني ممكن يستدعي ولد لسه مكمل 16 سنه بس لماتشات مهمه زي تصفيات اليورو؟ ببساطه الاتحاد الاسباني خايف انه يخسر موهبه زيه لمصلحه منتخب تاني، لان يامال والده مغربي بالتالي ممكن جدا يلعب للمنتخب المغربي. الصراحه بقى ونظرا لاداء الولد مع برشلونه في اخر ماتشين تحس انه والله عنده بوتنشال عظيم وارد جدا يفرق مع المنتخب الاسباني، واعتقد سهل يتحط في التشكيله الاساسيه ومحدش هيحس انه لسه 16 سنه. طيب خلي بالك اسبانيا بتعمل كده مع اي شاب موهوب لسه صغير وعنده اكتر من جنسيه، بيجنسوهم علشان ما يخسروش اي حاجه ويا يتالق يا اما يترمي بره عادي.